طيب الجمعيه العموميه يوم الجمعه اللي فاتت اجتمعت في النادي الاهلي وطلبت بشطب محمود معروف من سجلات النادي الاهلي. انت رد فعلك لما تسمع حاجه زي كده؟ هل الجمعيه العموميه فعلا وانت احد اعضاء الجمعيه العموميه في النادي الاهلي كان رد فعلك كده لما سمعت الكلام ده؟ ضحكت وانا كنت سهران مع مدحت شلبي للساعه 6 الصبح يوم الخميس، فنمت وكان نفسي اروح الجمعيه العموميه وكنت هروح. ضحكت طبعا لان واحده ما اعرفش بتشتغل ايه ولا حد زقيقها، ما اعرفش اسمها نيفين حاجه، نيفين بوليس، نيفين مش عارف ايه. نعم. هي اللي قدمت واحد تاني اسمه سامي عطله، ده حد قاله لي من اصحابي يعني. نعم. وهم جهله، الاثنين جهله، اذا كانت نيفين ولا سامي الاثنين جهله، لانهم لا يفهموا في القانون ولا يفقهوا في القانون. هل مش من حق الجمعيه العموميه ان تسقط اي عضو من الاعضاء اللي موجودين في النادي؟ ايوه من حقها. امتى؟ في لوائح وفي قواعد. نعم. انت قعدت تتكلم على القانون واللوائح قاريها كويس. اللوائح والقوانين كويس. اللوائح والقانون تقول ان واحد عشان رايه بيكتب راي يتشطب؟ لا طبعا. امتى تشطب يا كابتن مصطفى؟ لو انا في داخل النادي الاهلي وارتكبت عمل فعل فاضح، او انا اخطات او اهنت او عملت عمل يعني انت شايف كلمه كفتاجي دي او لا مش النادي كنت اتصرني كابتن حسن حمدي وهو راجل يعني عاشرني كتير وانا كتبت عنه وهو بيلعب. نعم. كان يقول والله هذا الامر يعني ده يروح النيابه، نشتكيه في النيابه مش في النادي الاهلي يشطبوا هذه العضويه. اولا انا بتشرف وفخور ان انا عضو عامل في النادي الاهلي، وانا تعيس جدا من ان الكابتن حسن حمدي يصدر عنه ده. هو طبعا انا مش هلومه لان عليه ضغوط وعاوز الليله تعدي. قال هذه الكلمه يحال الموضوع للشؤون القانونيه. شؤون قانونيه ايه؟ هو انا سرقت في النادي الاهلي ولا اختلست ولا انا بشتغل في النادي الاهلي؟ يا عم حسن، يا عم حسن، ده انا راجل رئيس تحرير. يا عم حسن انا بدرس في 3 كليات اعلام والجامعه الكنديه بالانجليزي، يعني فاهم القانون. كنت عضو مجلس الشعب ورئيس لجنه الثقافه والاعلام والسياحه في مجلس الشعب. افهم وبدرس للطلبه بتوعي في كليات الاعلام قوانين الصحافه، قوانين صوت الصحافه. يعني انا عارف ما اكتب يا كابتن مصطفى. نعم. وعارف من حقك انك ترد. لا يعني انا اذا كنت انا بعلم الولاد القوانين سلطه الصحافه، نعم. يبقى انا مش عارف ايه اللي اكتبه وايه اللي اعمله. فانا بقول يا اسمك نيفين، انت وانت عطله، انت اللي عملتوا هذا الطلب الاقتراح. انتوا تروحوا انتوا كفتاجيه انتوا كمان، يعني انتوا كمان زيه يعني، فاهم؟ يا ريت اشوف شكلكم عشان بس اعرف ان انا اتاكد ان انتوا يعني مزقوقين وما اعرفش مين اللي زيكم. هذا الموضوع لا يملك احد، لا ولا الجمعيه العموميه لمصر كلها تقدر تشطب عضويته بالنادي الاهلي، مش الجمعيه العموميه للنادي الاهلي. ده قانون يا كابتن مصطفى. اكيد. انا الا اذا اجتمعت الجمعيه العموميه بالكامل. ولو اكتملت لا تملك هذا القانون. لا تملك يا كابتن مصطفى. ما تتحديناش. انا اقول لك الماده كام. بقول لك ايه، هات 80 ماده، هات المستشارين بتوع الدنيا عشان نطلع من الجزئيه يا دي. كابتن مصطفى. نعم. شطب العضويه لها، اقراها كده، شطب العضويه. انا عارف. انت النهارده انت دكتور. نعم. وهاجمت النادي الاهلي يشطبوا. لا هي احيانا يعني الحقيقه بتزعل. بس هم لقوا حبوا يفوتوا الليله ويلهوا الناس في محمود معروف. لكن عشان يلهوا الناس ان في عجز في الميزانيه 30 مليون، واوعى تفتح بقك عشان هخليك هستشهد باللي انت قلته. انت قريت كلام محمود طاهر ان 9 مليون جنيه اهدرهم في انس الفي واسامه الشيخ الراجل العظيم يا عين الطيب اللي راح خد 7 سنين وده 5 سنين. بس انا كلمت على اتحاد الكوره وعلى ما قلتش على النادي الاهلي ان عنده عجز في الميزانيه 30 مليون. انا معلش، انا بتكلم بورق، ما بتكلمش حد بالكلام ده. انت مش عضو عامل في الاهلي؟ انا عضو عامل في الاهلي. ما جالكش الكراسه اللي بتاع الميزانيه؟ ما جاتليش. ما سمعتش ان في عجز 30 مليون؟ ما دي الكلام ده هنحقق فيه. سمعت ولا ما سمعتش؟ لا سمعت. بقول لك ايه والله العظيم عشان لا هخاف من مين؟ انا ما بخافش من اللي خلقني يا ابو منى. لا والله حياة ربنا. انت منى جت من امريكا ولا لسه؟ لا لسه. 30 مليون يا خواف والله لا دي واحد. انا ما بخافش غير من اللي خلقني. انا لو في غلط هقول ان ده غلط. ماشي يا كابتن مصطفى. قال لك نلهي الجمعيه العموميه عشان لان شفت انت قدامه في نادي الجزيره بينهم من بعض 50 متر. نادي الجزيره اسقطوا، رفضوا الميزانيه وبالتالي سيدعى الى جمعيه عموميه غير عاديه لاسقاط مجلس اداره. هنا يعني انت عايز تقول لي ان مجلس اداره اجتمع مع الجمعيه، يعني بيتفق مع الجمعيه عشان يسقط الكلام ده؟ بدليل هقول لك انا عاوز اتكلم في الجزئيه. انا عاوز اتكلم حاجه صح. تصدقني اقسم لك بجلال الله، اقسم لك انا بعت 10 ليسوا اعضاء في النادي الاهلي وكانوا جوه الجمعيه العموميه. اقسم لك انا اللي بعتهم
10 ودخلوا، اذا كان يعني انا دخلت 10 يبقى الباقيين دخلوا كام يا كابتن مصطفى؟ فنمره دخلتهم ليه؟ عشان لا عشان اعرف هيقولوا ايه، وعشان اعرف ان المساله ان ممكن جدا مجلس اداره يدخل 20 200 300، ما هو كان حصل مناوشات، فهم فاتهم ان يناقشوا يقول لك ال 30 مليون راحوا ازاي، ما قالوش. طيب انا معايا كابتن حسن حمدي ان شاء الله الاسبوع الجاي. ماشي، لا وانا عايز ابقى معاه. قول ما لي تقوليش على لا، التليفون. ما انا عايز اقول لك اهو. ماشي. لا اقول لك ايه اللي انت عاوز تقوله الكابتن حسن ويرد عليه. اقول له يا كابتن حسن ان وانت كده باصص ما للكاميرا. كنتش ان انا اتعشم ان انت تقول هذا الكلام. اولا بحكم